Audio Jungle. Audio Jungle. بص يا رجاله، دي ميه ابراهيم نوار. تمام. طبعا عملوا بوابه هنا يا جماعه عشان محدش يدخل. انا لسه اول مره اشوفها. خلاص، بس احنا طبعا معانا الجنب ده، وهو ده اصلا الاساس يعني. الجنب ده حلو يعني. عدي من هنا نطلع من فوق اي حته. ايوه، حطيت هنا يا جماعه بميه ابراهيم نوار من الجنب ده. كله فتح ادوار في الجنب ده، يعني الجنب ده كله براحتك، الجنب التاني صعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الصيادين المحترمين، الأحباب والأصدقاء والقرايب، كل الناس، تحياتي لكم جميعا. عيد سعيد. يا رب دايما باليمن والبركات على الجميع، يا رب دايما في الخير وبالخير. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير يا رب. عيد سعيد. بصوا يا رجالة، أنا طبعا عايز أوضح حاجة بس عشان تبقوا عارفين. انا لما بتكلم على ميه، مثلا البياره، النمل، او اي ميه انا اتكلمت عليها قبل كده، مش بالضروره يا جماعه ان انا بكرر. ده مش تكرار. خلاص، كل الموضوع ان دي ميات معروفه انها بتاكل بدري. تمام. فانا بتاكد انها كلت مثلا، بوجه الناس ليها، حتى لو ناس جديده خالص لسه ما تعرفهاش. خلاص. الحاجه التانيه ان انا برضو براعي ان دي ميات ممكن تكون على الطريق، قريبة شوية نقدر ندخلها كده. هل هي دي بس اللي بتاكل؟ لا والله، في ميات جوه خالص بتاكل كويس، بس عشان توصلها هتبهدل وهتبقى في مشكلة وفي عناء. فخلينا كمان اسبوعين ثلاثة الدنيا تتظبط والارضية تتظبط والطرق تبقى تمام فتبدأ تدخل، مش قصة. ولكن انا على الاقل دلوقتي بوجهك لميات تسليك، ميات تخلي الشوية اللي انت قعدتهم في البيت متضايق ومخنوق بقلة الصيادة، بدأت تطلع وتشم هوا وتشوف الدنيا وتشوف الغماز قدام منك، حتى لو الغماز ده ما بيغمس، حتى لو ما جبت السمك. خلاص. ده كل الموضوع. هل مفيش بقى ميات جديده؟ لا، في ميات جديده. بصوا يا جماعه، انا عاوز اوصلكم حاجه. انتوا طبعا عارفين ان انا كنت مسافر بره مصر. انا سافرت فجاه، يعني انا ما كنتش عامل حساب على السفر ده خالص. انا هوب فجاه كده خدوني سفرت. تمام. فانا كنت المفروض انا يا جماعه لما بنزل لكم ميه ولا بوصف لكم ميه، ببقى انا عارف كل الملابسات اللي حوالين الميه، اصحاب المزرعه، الطريق بتاعها، الميه دي واخده منين، جايه منين. لان انت لو رحت ناس هتقول لك امشي ولا هتقول لك لا اقعد. انت لما تروح فعلا هتلاقي تحس ان انت قاعد مرتاح ولا هتبقى خايف. يا ترى انت هتقدر تسهر عليها ولا لا؟ عشان لو حد سالني لو وصفت ميه انا اقدر اسهر عليها، اقدر ارد عليه، اقدر اقول له لا او اه. تمام. فكل المعلومات عن الميات اللي انا اعرفها دي انا اعرفها. بس يا جماعه في تغييرات بتحصل، في مواقف بتحصل من صيادين. تمام. في اماكن معينه فبتحصل تغييرات، فبعد ما كانوا بيسمحوا للناس انها تصطاد يقولوا لهم لا ما تصطادوش. عارفين وائل هيخش يصطاد، انما مش هينفع الناس دي كلها تدخل تصطاد، او ناس ما تعرفهاش، مش وائل بس، كل المعرفه بس هيصطادوا، ومحتمل يمنعوا وائل كمان برضه. خلاص. فانا ال الاجابات على الاسئله والاجابات على كل حاجه تخص المكان اللي هوصفه. انا الموضوع مش ان انا هوصف لك بالجي بي اس روح الميه دي وانت تروح تلاقي الدنيا هو ايه. ما هو هتروح الميه هتلاقي الميه هتلاقي كل حاجه، بس هتلاقي زي ما بقول لك كده واحد يقول لك قوم لو سمحت في الصياده هنا. ممكن تروح تلاقي مثلا حصل تغيير في الطريق، الطريق ده قطعوه ما بقاش طريق، بقى طريق من ناحيه تانية وانا ما قلتلكش عشان تروحوا لازم تلف. فكده فانا مختصر الكلام، انا ببقى عايز اديك المعلومه مظبوطه، اديك المعلومه مرتاحه. تروح تلاقي فعلا اللي انا قلته حصل او اللي انا قلته موجود. بدليل يا جماعه انا نزلت لكم كام ميه، انا معدي حوالي 40 ميه انا وصفتها لكم او اكتر. تمام. هاتولوا ميه فيها مشكله او فيها مشكله في كلامي او حصل فيها حاجه غير اللي انا قلتها او رحت لقيتوا حاجه تانية غير اللي انا قلتها. دايما انا براعي وبهتم قوي دايما بحته الاحترام.
انتوا ناس كلكم محترمين، انا ببقى مبسوط قوي لما بتواصل معاكم، مبسوط لما بلاقي ناس بتكلمني بتسأل عليا بغض النظر عن الصيادة خالص وبعيد عن الصيادة. طلعت بأصدقاء كتير، ناس محترمة كتير، بلاقي دعوات كتير من ناس، ودي حاجة كويسة ودي أهم حاجة. والله الموضوع القناة مش موضوع سبوبة وربح وكلام من ده، انتوا عارفين اللي فيها يعني، مش يعني عادي، الموضوع سهل، واحنا معلومة وكلنا بنستفاد منها، وانتوا اتأكدتوا من حاجة زي كده. وانا فعلا دي، انا لو يعني اقول ايه، مش عايز اتكلم في النقطة دي. المهم انا بحترم عقلياتكم، بحترم الناس الكبيرة في السن، بقدر الناس اللي جاية من بعيد، وببقى عاوز الدعوة من بق كل واحد، ان لما حد يروح مكان ما يدعيش عليا. خلاص. الناس اللي هي ضعاف النفوس شويه الله يسامحهم، اللي بيروحوا ما بياخدوش سمك، يقول لك ده حصل. طب انت ما خدت السمك ده رزق، ما غيرك جنبك واخد، او قبلها بيوم واحد واخد، وانت لو رحت تاني مره ممكن تاخد. فدي ارزاق. احنا ياما رحنا في عز الموسم ما خدناش سمك، وانتوا عارفين التغيرات ما بين بخ، ما بين الريحه اللي مش عارف اسمها ايه، ما بين حاجات كتير. خلاص. المهم يا جماعه، انا عايزكم تعرفوا ان اي معلومه انا بقدمها لكم لازم تكون معلومه صحيحه ودقيقه، لان انا دايما بحترمكم. خلاص. بصوا يا جماعه، انا هكلمكم على ميه ابراهيم نوار. ميه ابراهيم نوار دي انا عايز اوصل لكم حاجه بس مهمه. قبل كده كنت دايما بوجهكم ان انتوا تروحوا ميه ابراهيم نوار او ميه النصرانيه من عن طريق علي سلامه. تمام. من عند كوبري علي سلامه اللي هو الكوبري الرابع، ندخل السكه الطويله اللي قدامها دي. السكه الطويله دي اللي قدامها دي على فكره احنا بنسميها طول عمرها السكه المايله. السكه المايله عشان هي مميله كده. لما بينزل فيها ميه من المزرعه كده مشكله بقى، مشكله بجد يعني. بس مفيش الكلام ده من فتره ما بيحصلش يعني. المهم السكه دي طبعا بتدخل، وجامع القدس قصه كده. طيب هل انت ما تقدرش تدخل النصرانيه من مكان قريب؟ لا، في دخلات من قدام شويه، ولكن يعني فيها خصوصيه شويه، ممكن واحد يعدي، عربيه تعدي، عربيتين، انما ما ينفعش بقى طريق رايح جاي بقى للجميع. خلاص. طيب البياره، هل انا برضو البياره على فكره توصلك وتدخلك، بس انا السنه اللي فاتت او اللي قبلها قلت ان البياره تقدر تدخلك، لكن كان عليها بوابه. فالبوابه دي كانوا بيقفلوها المغرب، قبل المغرب، بعد المغرب، والصبح ساعات 8 ساعات 9 يفتحوها، حاجات غريبه كده حسب ما يصحوا من النوم. طيب انا ما اعرفش هل انت هتروح تلاقيها مفتوحه ولا مقفوله، فكان دايما التوجيه من المنطقه دي. طب دلوقتي البياره ما عليهاش بوابه، انا كنت هناك يوم 28 حتى صورت فيديو اللي فات ده، شوفوه. وانا داخل ولا بوابه محطوطه ولا خشب ولا اي حاجه. طيب البياره دي توديك على النصرانيه عدل عدل، ما تروحش بقى من علي سلامه واللفه التانيه، لا مش مهم. انت هتدخل من البياره من عند الكوبري الخامس، تدخل تمشي 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 غصب عنك، السكه بتلف معاك. خلاص بقى الوش النصرانيه في وشك، السكه بتلف معاك، تبقى النصرانيه كده على شمالك، هتمشي لحد ما تلاقي حاجه بسيطه، لحد ما تلاقي الكوبري اللي احنا كنا بندخل من عليه واحنا جايين من علي سلامه. هتعدي الناحيه التانيه تبقى النصرانيه يمينك وشمالك عادي، لو انت دخلت كده يمينك دخلت كده شمالك ناحيه ابراهيم نوار. وطبعا هنحتاج احنا المكان ده، لان انا هجايب لكم اماكن جديده في المناطق ديت، جديده ما اتكلمتش عليها خالص قبل كده في المناطق دي. وبعد كده قدام ورا شويه برضو هنحتاجها، لان انت هتحتاج الاماكن اللي هي زي كده، زي اللي انا بقول عليها دي، الاماكن اللي فيها سمكه تقيله وحلوه. خلاص. فتقدر تخش من البياره، تقدر تخش من البياره. طيب ميه ابراهيم نوار بقى، بتاكل دلوقتي؟ بتاكل دلوقتي، بتاكل. طيب يا جماعه احنا هنروح ميه ابراهيم نوار، عارفين ان ميه ابراهيم نوار من ناحيه المزرعه نصطاد ومن ناحيه الطريق نصطاد. خد بالك من ناحيه المزرعه خلاص مش هتقدر تصطاد. هنزعل يا عم، ما نزعلش، ده هم دورين ثلاثه وما لهمش لازمه، مش قصه يعني. عملوا بوابه، الله اعلم بقى، حد صياد عمل مشكله او حصل حاجه فقال لك اقفل بقى عشان ما حدش يدخل، فهم قافلينها، الدخله اللي هي تدخلك على الجزء اللي هو لحد عند الاوضه ده، وقفلوها ما حدش بيقدر يدخل، لكن من بره تقدر تصطاد. طبعا من بره في دوار كانت الناس فتحاها واتقفلت، وفي مش عارف ايه، فانت اصطاد في ميه ابراهيم نوار من بره عادي جدا، ما عندكش اي مشاكل، لان الدور كتير بره. خلاص. سهله خالص. وانا شخصيا كنت بحب اصطاد في الجنب ده، الميه جايه كده، انا بحب اصطاد في الميه في الجنب اليمين اللي الميه حادفه فيه، يعني الميه جايه بتجري كده، احب اصطاد في الناحيه اليمين، ما بحبش اصطاد في الشمال، انا بحب كده.
خلاص. فدايما كنت بقعد، حتى لو كنت بقعد الناحيه التانيه يعني شويه، لكن انا كنت احب قعدتي الناحيه الايه اليمين. خلاص. دايما ماشي بمبدا تيمنوا او اقرا اعلى يمينك، حاجات زي كده يعني. فالناحيه اليمين من ناحيه الطريق دي شغاله وتمام وزي الفل، وانا مصور الكلام ده، مصور البوابه، هتشوفوا الكلام ده بعينيكم. وبرده ميه ابراهيم نوار بتاكل. خلاص. هخلص الفيديو ده هقول لك على ميه تانية بتاكل. تمام. يلا انتظروني. السلام عليكم. بص يا رجاله، دي ميه ابراهيم نوار. تمام. طبعا عملوا بوابه هنا يا جماعه عشان ما حدش يدخل، انا لسه اول مره اشوفها. خلاص. بس احنا طبعا معانا الجنب ده، وهو ده اصلا الاساس يعني. الجنب ده حلو يعني. عدي من هنا نطلع من فوق اي حته. ايوه. هنستطيع يا جماعه بميه ابراهيم نوار من الجنب ده، كله فتح ادوار في الجنب ده، يعني الجنب ده كله براحتك، الجنب التاني صعب.